نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينتين إسرائيليتين في باب المندب. الأوضاع خرجت عن السيطرة ونيران الحرب الكبرى اشتعلت بأوامر من القيصر الروسي. الأسد يتجهز لقصف تل أبيب بصواريخ إيرانية فتاكة، ليأتيه الرد السريع من نتنياهو موجها التحذير الأخير له ولحلفائه: أنت لست في مأمن منا، سندمرك أنت وقواتك وسندمر كل من يساندك بهذا الشيء، فأرنا ما أنت فاعل. ومن جديد اليمن تواصل استهدافها للسفن الإسرائيلية وتعلن قصف سفينتين إسرائيليتين واستهداف مواقع إسرائيلية حساسة. وإلى أرض الميدان القوات الفلسطينية تخوض معارك ضارية وتكبد القوات المتوغلة خسائر فادحة، فيما كتيبة من النخبة الإسرائيلية تقع في فخ الغزاوين. فماذا جرى لهم؟ وبهجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب، الجيش الروسي يشن هجوما على جبهات أوكرانيا ويودي بحياة 750 عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد. وبوتين يعلن عن دخول سلاح جديد سينهي الحرب في فصل الشتاء. إليكم التفاصيل. اليمن تستأنف عمليتها. أعلنت القوات اليمنية اليوم أن قواتها البحرية استهدفت صباح اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب. وقال المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة يونت إكسبلورر وسفينة نمبر 9، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية. وقال: قد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. وتابع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف الإسرائيلي على إخواننا في قطاع غزة. وأردف قائلا: وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. كما أعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر، بحسب ما نقلت وكالة أسوسيتد بريس عن البنتاغون الأمريكي. سقوط النخبة الإسرائيلية في الفخ. أعلنت القوات الفلسطينية اليوم في بيان: تمكنت قواتنا من تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من مسافة 0 شمال شرق مدينة خان يونس. وتواصل القوات الفلسطينية في غزة استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القطاع وقصف مستوطنات الغلاف، وذلك مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الثاني. وفي وقت سابق قالت القوات إنها استهدفت الجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة ماجن برشقة صاروخية، وقصفت تجمعا لجنود إسرائيليين شرق خان يونس بقذائف الهاون. كما كشفت الكتائب عن تفجيرها 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة. الأسد يهدد تل أبيب. شدد الرئيس بشار الأسد على خطورة ودموية ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين بقطاع غزة وتشريدهم. عرى الرئيس السوري أن الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين هي محاولة منه للضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة. وأكد الأسد أن المنطقة لن تشهد الاستقرار إذا استمرت القوات الإسرائيلية والدول الغربية بهذا الإنكار، أنه يجب على إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وردا على قصف إسرائيل لمواقع عسكرية في سوريا، قالت صحيفة معارف العبرية إن الرئيس السوري بشار الأسد اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وبحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا. أوضحت الصحيفة أن الرئيس السوري هدد بمهاجمة مطار بن غوريون الإسرائيلي بصواريخ سكود الإيرانية، مستنكرا تفجير القواعد ومستودعات الذخيرة وقوافل الأسلحة التي قالت سوريا إنها شرف وطني. وأضافت الصحيفة أن الأسد قال لبوتين: إذا قصفت إسرائيل دمشق مرة أخرى فسنطلق صواريخ سكود على مطارها الدولي. فيما كشفت صحيفة يديع تحرنوت أن إسرائيل هددت باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في حال دخول لبنان في الحرب الدائرة الآن مع القوات الفلسطينية في غزة. ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن فرنسا نقلت رسالة إسرائيلية للقوات اللبنانية مفادها أنها ستستخدم القوة الأمريكية في قمع القوات اللبنانية وكذلك مواجهة النظام السوري.
بما في ذلك أمن الأسد الشخصي حتى لو وصل الأمر إلى حد القضاء عليه. حرب الشتاء. يقترب الشتاء القارس في روسيا وأوكرانيا البلدان المتحاربان منذ نحو العامين، ومع صعوبة الاجتياحات والتحركات البرية للمعدات العسكرية والآليات الثقيلة قد تلجأ موسكو إلى حلول أخرى لتحقيق مكاسب عسكرية باستخدام أسلحة أثبتت فاعليتها من بينها المسيرات والصواريخ. وقال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانس ستولنبرغ أن روسيا جمعت مخزونا كبيرا من الصواريخ استعدادا لفصل الشتاء، حيث يشير تقرير إلى اعتزام موسكو اللجوء إلى تنفيذ ضربات قوية لإنهاء الحرب والانتصار أو إجبار أوكرانيا على اللجوء إلى طاولة مفاوضات بشروط موسكو حتى خلال فصل الشتاء. في سياق متصل تحدث باحثان عسكريين عن جاهزية الجيش لمعارك واسعة خلال فصل الشتاء، مستغلا أجهزة موجهة عن بعد أهمها الدرونز والصواريخ مختلفة الطرازات بينها كاليبر وكروز في ظل الأراضي المحيلة والطرق المعطلة بفعل تراكم الجليد والطقس السيء. فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر أمس الأحد أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 750 عسكريا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة. وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 للدفاع الإقليمي الأوكراني في مقاطعة خاركوف، وإصابة مركز القيادة تحت الأرض التابع لمركز التحكم والإنذار لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية في منطقة دنيبروبيتروفسكي، ومستودعات وقود في مقاطعة بولتافا ومدينة خملنسكي، ومستودع ذخيرة في مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى ضرب قوات ومعدات عسكرية في 107 مناطق، وإسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز 200 أس.